هكلمكم على حاجة مهمة جدا النهاردة. لو عجبكم الفيديو اعملوا اشتراك في القناة. شايفين يا جماعة السكس بلف ده لو مسدود الفلتر كل ما تركب الفلتر هيضرب معاك على طول، يضرب زيت. ولو مش مسدود ولو بايظ مش هتطلع زيت فوق المكنة. هتلاقي ترمبة الزيت تمام وكل حاجة تمام، بس العيب هيبقى ده، هتبقى مغير ترمبة الزيت ومغير كل حاجة ومسلك كل حاجة تمام معاك. بس المشكلة في ده لازم يبقى يسد لدرجة معينة، اسمه 6 بلف. لو الضغط زاد يهرب، الضغط خفيف يشغل يطلع تمام، الترمبة شغالة تمام وكل تمام هتطلع زيت فوق. لكن ده لو مسدود خالص وفي ضغط في الترمبة زايد في الصبح مثلا، الزيت لسه بارد واشتغل الترمبة، هتبص تلاقي فلتر الزيت اما يضرب او اي حاجة ضعيفة هتضرب معاه. يعني ده ليه درجة معينة من الكبس وما يهرب جوه. لكن لو هو اصلا تحت في بلية هنا فوقها سوستة، لو في بلية هنا وفوقها سوستة، لو مثلا السوستة دي دخل تحتها رواسب ولا حاجة هتلاقيها مهربة الزيت، فهتلاقي المكنة شغالة وترمبة الزيت تمام ومش مطلع زيت فوق تمام. بصوا يا جماعة، في فتحة هنا في الناحية دي، في فتحة هنا، الفتحة دي اللي تحت دي، مش دي فتحتين، واحدة تحتها هتسد دي كده ماشي، وهتنفخ من هنا بهوا. لو كاتمة معاك يبقى ده شغال، لكن لو نفس معاك يبقى لازم تفك ده، لا اما تنضفه لا اما تغيره. تمام. وبعدين في حاجة انا هفهمكم عليها، يعني ترمبة الزيت مش اما تطلع زيت فوق وخلاص زي ما الناس فاهم، لا، ترمبة الزيت لها كذا فايدة. بص، لو عجبكم الفيديو اعملوا اشتراك في القناة. بص يعني عندك شايف دي، شايف الفتحة دي الصغيرة دي، ده رشاش، ده لما يطلع زيت على الفل ادي معلقة الدبرياشة، لازم الرشاش ده يبقى شغال، عشان يطلع زيت على الفل باستمرار، عشان الفل ما ينحرش معاه ماشي. اما الفتحة دي، مين عارف الفتحة دي بتاعت الفتحة دي يا اخوانا بتاعت الكرنك. شفت السكس بلف لما يبقى راكب فوق الكرنك اللي فيه السوستة ده لازم يبقى راكب، ولو السوستة خفيفة هجيبوه لكم. بصوا يا جماعة، سكس بلف ده بيبقى بالطريقة دي، السوستة دي تبقى ماسكة كده، شايف السوستة دي تبقى ماسكة كده، وده ما يبقى راكب في الكرنك للصنايعية وللي فاهمين. السوستة دي لو ضعيفة كده وده ركب كده مثلا، يعني كان راكب كده وما كانش محمل كده هنا، مش هتدي زيت للكرنك حلو. لازم السوسته دي تبقى شديده شويه بحيث تبقى ماسكه السكس بلف على الفتحه دي بالظبط كده، عشان يطلع زيت يدي الكرنك. يبقى ترمبة الزيت لها كم فايده. اول حاجه اما تطلع زيت فوق للشواكيش. تاني حاجه اما تدي البستم من تحت، اعمل لكم فيديو انا ليه ماشي. واما تدي الكرنك وما تدي الفل. بترمبة الزيت مش حكاية اما تطلع زيت فوق وخلاص، لا، ده لها كذا حاجة. تدي الفل، تدي الكرنك، وما تطلع زيت فوق، وما تدي البستم من تحت في الشميز. تمام. وده يا جماعة مهم جدا. في ناس بتغير ترمبة الزيت وبتغير كل حاجة وتسلك الفون كلها سالكة والسربنتينة وكله يبقى تمام معاك وفلتر جديد والدنيا دي، وتلاقي المكنة مش مطلع زيت حلو فوق بسبب السكس بلف ده لو مسدود خالص اما يضرب الفلتر على طول. كل ما تركب الفلتر يضرب مهما تجرط عليه، لان هو يعتبر اضعف حاجه فيها في المكنه ماشي. ولو عجبكم الفيديو اعملوا اشتراك في القناه.